يا راجل حتى الدكاترة بيجي ما فيش في قلوبهم رحمة. اروح اكشف مع واحد صاحبي امبارح، بعد ما كشف الدكتور قال له خد اعمل لي التحاليل دي. خد الراجل الورقة منه ونزل قال له خد، انت هتعملها عند مين؟ قال له اعملها في المعمل الفلاني. قال له لا، لازم تعملها في المعمل بتاع الدكتورة كذا كذا. طب وانت مالك انت يا دكتور نعملها فين؟ انت مش ليك تحاليل تجي لك؟ قال لك لا. راح كاتب له ورقة صغيرة كده وراح خاتم له عليها. طب ما تختم على جرعة تاني احسن. ياك انت فاكرنا رابطين الفيل بره ولا دجين عصافير؟ ده احنا شعرنا وجع يا اخويا، شعرنا وجع يا اخويا من اللي بتعملوه فيه. انت خاتم يا اخويا باللكلاشيه ده عشان لما نروح المعمل تعرف ان انت اللي بعتنا ليها يا اخويا. قال لابو خد ودينا انت المعمل وهي تودينا ليك. فاهمني انت يا اخويا ولا مش فاهمني؟ ونخش المعمل يا اخويا نلاقي واحده قاعده بنضاره عندها بتاع 50 سنه. انا افتكرها واحده شغاله هناك. مين انت يا امي؟ قالت لك انا الدكتوره. انت الدكتوره بتاع المعمل؟ قالت لك ايوه انا الدكتوره. طب خد اعملها بكام التحاليل دي؟ قالت لك التحاليل دي طب ثواني اشوفها. مسكت الورقه قالت لك ب 600 جنيه. ما ب 600 جنيه ما الدكتور ليه فيه بتاع 200 جنيه ليه فيها؟ امال ايه؟ ما هو الدكتور بيتحاسب يا اخوانا على عدد المرضى اللي بتروح المعمل. كل ورقه بيختمها باللكلاشيه ولا بيبعتها للمعمل ليه نسبه يا اخويا فيها. اقسم بالله العظيم الدكتوره ما عارفه تشك حتى بالابره. خلت المريض بيجي يصوت ويولول والله العظيم عشان تاخد منه العينه. طب انت كبيره كفاياكي، سنك كبر، اقعدي في البيت انت يا اخي. ما سكت غير لما اتصلت بالعياده تاني، بس فين وفين لما رد على الدكتور. ملباش اصل عقبال ما رد عليا، رد عليا المساعد بتاعه. امال ايه؟ فين يا اخويا الدكتور بتاعك انت؟ قال اصل الدكتور معقم وبيعمل عمليات. ما هو خلص الكشوفات ودخل على الالوفات. فاهمين انتوا؟ مفيش رحمه في قلوبهم. المريض اللي بيكشف عنده ارمي وشوف غيره يا عم الحاج. احنا داخلين على عمليات ام الوفات يا راجل. رجل الواحد وقفت عقبال ما يدور على علاج مش لاقيه ولا في اي صيدليه في الدنيا. قال لك مش هتلاقيه غير تحت العياده بتاعته في صيدليه هي اللي بتبيعه. طب انت دلوقتي يا اخويا متفق مع المعمل ومتفق مع شركه الادويه الاتنين. انت مش عاتق يا اخي، يا اخي مش عاتق المريض. كفاياك يا اخي فلل وكفاياك عربيات. انت ما شبعتش. المريض فقير خلي بالك يا اخي. ينتقم منك ربنا يا اخي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي اللي بتعمل كيف المريض. مش سايب المريض في حاله حتى في العمليات يا اخي. المريض بيشتري كل حاجه هو، ومفيش غير اجرة ايدك اللي بتاخدها يا اخي. بذمتك ضعفت اجرة ايدك كم مرة السنة دي يا اخويا؟ وانت دلوقتي وانت تبع الدولار. فهمني انت. طب ده انت بيقولوا عليك يا اخي ملائكة الرحمة. يا اخي ملائكة الرحمة، انت ازاي ملائكة الرحمة؟ ده انت المفروض ترحم المريض. اي دكتور هيقول لك روح المعمل الفلاني ولا الاشعة الفلانية ولا الصيدلية الفلانية، تعرف ان هو بيلف ويدور يا عم الحاج. واحنا ما وقعوش من قليل. وعايز اقول لك حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور يا اللي بتعمل كده.